كفاح في عالم الشعر، منذ رحلة من الكفاح في الإبداع والتنظيم في الحياة الأدبية الشعرية، منذ أن أسس مع أصدقائه وزملائه في نهاية سبعينات القرن الماضي جماعة أدبية تبعتها إصدارات شعرية، ثم إصدارات صحفية أدبية، ثم ولج أحمد فضل شبلول وكان رائدا في هذا عالم الفضاء الإلكتروني، وكان أول سفير للشعر العربي على الشبكة العنكبوتية، الشاعر الكبير الأستاذ أحمد فضل شبلول. شكرا جزيلا. مساء الخير. في الحقيقة النهاردة بيتحقق أمل وحلم كبير جدا كنا نعلقه على مكتبة الإسكندرية، وهو أن يكون لنا ندوة شعرية شهرية أو نصف شهرية أو أسبوعية، وأخيرا على غرار مختبر السرد اللي هو معني بالقصة والرواية اللي هو كل يوم ثلاثاء. فأخيرا تحقق هذا الأمل وهذا المطلب من شعراء الإسكندرية داخل مكتبة الإسكندرية، وهو ديوانية الشعر العربي. نشكر إدارة مكتبة الإسكندرية التي أخيرا حققت لنا هذه الرغبة. نشكر صديقنا الشاعر والناقد الكبير الأستاذ الدكتور محمد مصطفى أبو شوارب الذي يدير هذه الديوانية باقتدار، وسوف نرى هذا الاقتدار في الأشهر القادمة بإذن الله، لأننا اليوم فقط في عرس افتتاحي لتلك الديوانية، وإن شاء الله يعني نأمل أن في بعض برامج أو بعض التلفزيونات العربية سوف تغطي هذا اللقاء شهريا. سعيد بوجودكم معنا، وأتذكر وأعود إلى سنوات شبابي أيام ما كنت طالبا في الجامعة مثلكم، وأقول قصيدة من تلك الفترة الشبابية، الشباب الأول، وهي بعد 60 يبقى الشباب الثاني. فقصيدة بعنوان إلى فتاة اسمها الإسكندرية، كتبتها عندما كنت طالبا في كلية التجارة. غدي وكنت نهارا لشمسي، وكنت صلاة لنفسي، وكنت ضمير البحار. أحبك تسأل عنا الكبائن والأبنية، وذبذبة النجم في ليلة صافية. أحبك تسأل عنا الخطى، وموجة عشق تقبل هذا المدى. أحبك كورنيشنا يسأل الآن عن حبنا، وبائع لب يجول على العاشقين، وحامل فل ينادي على الياسمين. لمن أقتني فرحة البحر والفل والياسمين، وشاوي الذرة يخبئ ما نضج الآن من أجلنا، ومقعد حب أقيم لنا، فما خطبنا وأنت هناك وقلبي هنا. أحبك كيف كفوف يدينا، وكيف السؤال على شفتينا، وكيف اشتياق الرمال إلى راحتينا. أحبك هل تسمعين النداء، أحبك لما تزل بامتلاء الفضاء. أحبك تبحر من شطنا، وتبحث عن درة في مجاهل أمواجنا. فهل تسمعين النداء، وهل تعثرين على درتي؟ هو البحر نادى منانا، هو الحب جاء على موجة من سمانا. هو الشط يدعو هوانا، هو الليل مد بساط النجوم، هو النسم يحمل أسرار عشق قديم. فكيف سبيل لقانا، وأنت هناك وقلبي هنا.